ينطلق منها وجنوده لاستهداف الفرنسيين في كمائن سريعة، يضربون ضربتهم ثم يختفون مباشرة بلا أثر. خاض الأزهر شريط ومقاتلوه معارك كثيرة، منها معركة وادي العلق، معركة داموس الملح، ولكنها لم تكن شيئا يذكر مقارنة بملحمة الجرف الكبرى. في 22 من سبتمبر 1955 واجه الأزهر شريط ومقاتلوه جيش فرنسا المدعوم بالحلف الأطلسي، 300 جزائري تقريبا، مقابل أكثر من 40,000 عسكري من المظليين والمشاة، مدعومين بالمدفعية وبعشرات من الطائرات. والنتيجة كانت مذهلة بل معجزة. لقد تفوق الجزائريون على الفرنسيين وقتلوا منهم 700 جندي و350 جريح، وأسقطوا طائرتين وغنموا العشرات من قطع السلاح. وبعد عام تقريبا، وفي صيف عام 1956، أرسل الأزهر رسالة كلها تهديد ووعيد إلى الجنرال الأكثر شهرة في فرنسا، بيجار. قبل بيجار التحدي، ولكن كانت المفاجأة مرة أخرى. تكبدت فرنسا خسائر فادحة تحت وطأة براعة الأزهر وجنوده، 160 قتيل و200 جريح، وسقوط 3 طائرات وإحراق 3 مركبات. وأصيب الجنرال بيجار برصاصة في كتفه الأيسر. ذكر الجنرال بيجار في مذكراته: كدت أن آكل التراب في جبال المامشة. الخيانة. تم استدراجه إلى تونس، وهناك حكم عليه بالإعدام.